يا اخي اسمع، كملت. ما كملت، ما كملت. روح قود على روحك، روح قود انت. يا اخي قر قر يا قر. ودي روح، والله ما قاري ما اشبه. يا اخي اهدى والله اهدى نشوفك، اهدى اهدى. والله ما اشبه. يا انا حاير، يا مرتي يا كيف اخي، حملتك؟ يا مرتي كيف حملتك؟ يا اني فاتح حاير، يا اني فاتح. حاير. لا حول. يا اخي صل على رسول الله. انا طلعتك تناقشني، ليش متشنج؟ ليش متشنج؟ ناقش، خذ واعطي، مالك اقول اسود. لك، اقول لك ليش؟ لاني اهدى سيد لا احب. طيب، اهدى اهدى لا اهدى. احب. لا. يا اخي اهدى اهدى، والله انا احاول. خذ، صل على رسول الله، خذ نفس طويل. اترك هذا الشوشعيه. اسالك بالله، اهدى اهدى، خلنا ناخذ ونعطي راوند، خلنا احاول اهدئك. يعني قفل الميكروفون وخذ واعطي معي، والله بعطيك وقت، لا بس لا لا، اهدى. قفل الميكروفون، لانك لما قفلت الميكروفون نزلتني. لا 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 لا، لا، اتامنك. قفلها، والله ما لا انزلك، انا والله اقدر لا امنك. انزلك، انا اقدر انزلك الان، انا اقدر انزل. ايه انت ايه. سبيت، انت سبيت وخونت وهددت، انا اقدر انزلك، بس انا اريد شوف، اكسب. اسعد، توقف لحظه الميكروفون، لحظه توقف لحظه. الميكروفون، يا اخي توقف انا الميكروفون، هدفي، شوف لكن شوف لحظه فقط، توقف شوف شوف. الميكروفون. لا قفل تعامل مثل قفل. ما تعامل المغاربه. لا لا، انا قفل جزائري، لا قفل تعامل مثل ما تعامل قفل. المغاربه. ايوه انت انا جزائري، جزائري، جزائري اقول لك. جزائري، جمجمه جدك عند ضحك الميكروفون ماك مليح دونالد. مليح. قر 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 قر، خلاص اهدأ. شوف شوف، انا الان اريد اكسب فيك اجر، والله لانه رمضان والاجور مضاعفه، اريد اربيك، والله اريد اربيك وافهمك حاجه، تخرج من اللايف وانت فاهم شيء جميل. شوف يا اخي، انت تتعامل مع الشعب الجزائري والشعب المغربي على انهم شويه اطفال اسعد الشرعي جاي يضحك عليهم. يلا يا مغربي اضرب فلان، وانت اللي اضرب فلان، وانت انت كيف تتصور انه دولتين شعبين ممكن ان يفتن بينهم واحد مثلي؟ اذا انا هكذا انا اصبحت انا قوه عظمى. انت اعطيتني قدر وقيمه اكثر مما استحق حقيقه. اذا انا جاي اضربكم وابهدلكم، وبعدين يا روح بابا، يا روح الوالده، الله يرحم والدك ووالديك، يرحم لك الوالدين. المشاكل موجوده بينكم قبل ان اولد انا، قبل ان اتي الى الدنيا، وبينكم مشاكل، وبينكم غدر، وبينكم حاجات، واحنا اطفال. رحلت عمري كان تقريبا 4 سنوات. رحلت 350 الف مغربي، طردتهم في ليله العيد، مش انا. هل هو كنت انا عمري 4 سنين فتنت بينكم انا؟ سبحان الله، انا فتنت بينكم عمري 4 سنين يمكن. اذا انا افتن بين دولتين، اقسم بالله ان انا خطير، واصلح اكون رئيس دوله. هذه واحده. اما موقفي فيما بينكم بين شعبين، موقف بين ظالم ومظلوم. انتم ظلمه، أنتم تريدون تقسيم أرض، أنتم طردتم الناس في ليلة العيد، أنتم قتلتم الأسرى، أنتم نكلتم بالمغاربة، أنتم تريدون تمزيق هذا البلد. فيكم حقد على المغرب لا يوجد في أي مكان في الكرة الأرضية. فبالتالي أنا في مربع المغرب، وأقولها ضدك كجزائري، أقولها بملء الفم، ليس هناك حياد. واحد عربي مشرقي او مغربي او جني او عفريت يجي يقول لك انا والله المغاربه اخواني والجزائريين اخواني وانا على الحياد، هذا عارف انه كذاب ومنافق. لا يوجد حياد في الملف المغربي الجزائري، هناك حق وباطل، وما بين الباطل والباطل، ما بين الحق والباطل باطل، ما فيش منطقة رمادية. لذلك أقولها بملء الفم، أنا مع المغرب لأن موقفهم سليم، ولديهم قضية وأصحاب قضية وأصحاب أخلاق، وأنتم متحرشين تريدوا تقسيم البلاد، أخلاقكم منهارة، يعني سبيتوهم، أعراضهم، كل شيء، ومارستم عليهم الفجور في الخصومة، لدرجة أن إعلامكم أمس يقول انهزام البرازيل 2-1 من منتخب الجن، من منتخب الجن. لا تجرؤون حتى أن تذكروا اسم المغرب. كيف لا أكون في مربعهم وأنتم بهذا السوء؟ يعني أنا والله شوف، من أكثر الأشياء الذي جعلتني أحترم المغاربة نوعية خصومهم. يا أخي خصومهم زبالة الأمانة، يا شنقريحة تبون. هذول أنتم أصبحتوا في مستنقع، أصبح العالم كله يحترم المغاربة من سوءكم أنتم. أحيانا ليس حبا في المغرب، وإنما بسبب نوعيتكم أنتم، فجرتم عليهم في الخصومة بشكل كبير. أنا مسألة السيادة يا أخي، إذا استطعت أن تعيد جماجم جدك، أنا سأضرب لك سلام أنك عندك سيادة. اليوم تبون شنقريحة وكل قياداتك ورموزك هؤلاء منبطحين خسيسين في تحت الحذاء الفرنسي، لا يستطيعون حتى أن يتكلموا. وقبل فترة كرموا شنقريحة بقبعة أو بالخوذة، خوذة الفرنسي البطل المخلص لفرنسا. شنقريحة المخلص لفرنسا، يعني عملوا له. تعرف المغاربة لا يتصارعون معكم، أنتم هم تصارعوا مع فرنسا، أنتم مجرد أداة فرنسية. أتمنى تكون فهمت موضوع السيادة، موضوع اللعب واللعب على الحبلين. تفضل الآن الميكروفون لك. تسمعني؟ أي نعم أسمعك. تسمعني؟ أسمعك.
بارك الله فيك. لما نتكلم على امور مثلا قلت شنقريحه راح لفرنسا واخذ الخوذه، اولا في الامور البروتوكوليه كل حاجه تكون مفاجئه. المهم ان لا يقبل الاساءه، هذه امور كانت مفاجئه لاغراض اعلاميه ونحن نفهم ذلك جيدا، لكن انتم تريدون ان تسوقوا هذا الموضوع لاشياء اخرى. اولا انت تقول يعني الخفاء في الخصومه، نحن الجزائريين عندنا شرف الخصومه. انت جيت لنا فيما سبق تريد ان تستود ان تستضيف الجزائريين وتقف بجانبه، لما نحن كنا شعب واعي ونعرف انك عبد الدولارات رفضناك، ثم ذهبت الى المغرب، وحينما وجدت انك تخسر جمهورك العربي حاولت ان تكون حيادي لكن لن تستطيع. تعرف لماذا؟ لان الذين ارسلوا لك الدولارات منعوك عن هذا وقالوا لك ايش، حاسبني يا اخي، حاسبني على عملك. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لما تقول أنت جنرال شنقريحة، جنرال شنقريحة، لو أنت تتكلم مع جنرال شنقريحة هل أنت مستوى الثقافي والتعليمي تتكلم على شنقريحه؟ شنقريحه بعيد عليك بزاف، بعيد عليك قد سما والارض. علاه؟ هو رجل عسكري لا علاقه له بالسياسه، هو له يعني مهمه حمايه الاراضي الجزائريه من مطامع المخزن الذي يريد ضرب الهويه الجزائريه وضرب التاريخ الجزائري وضرب الشعب الجزائري حتى يتمكن من تفكيك النسيج الاجتماعي الجزائري بين قبائل وغير قبائل. وهذا الامر كان معلنا، نحن قد اكتشفنا هذا الامر وكان معلنا حتى في الصفحات المغاربيه العامله للمخزن. فلذلك اقول اين تتكلم عن ما هي شرف الخصومه؟ شرف الخصومه لما انت تعمل لي عمايل دقيقه 10 ثواني اخر كلامي حتى تكون يعني رجل سوي في الكلام. اخر آخر كلامي، ثواني ستسب، اخر صح؟ كلامي ستسب، انا اقول لك ستسب، صح؟ رمضان مبارك للشعب المغربي، رمضان مبارك، تحيه مدنيه عسكريه للشعب المغربي. و والله لا سلمك الله، لا سلمك الله يا فتن يا شيطان، لا سلمك الله. في اسطوانه ان احنا مرتزقه، هذه ابعدوها. نحن نعلم من هو النظام الذي مجند 40,000 بوق. تخيلوا يا مغاربه، انتم لا تعلمون بهذا الكلام، ربما بعضكم. 40,000 صحفي ويوتيوبر ومؤثرين اشترتهم الجزائر كي يسبوكم ويأخذوا كل ما هو جميل فيكم وينسبوه لهم، ويأخذوا كل ما هو سيء عندهم ويلصقوه بكم. اما انتم مساكين الله، والله العظيم حتى انتم كمغاربه يعني شدوا حيلكم، لانه انتم دايرين النيه وبتشتغلوا بالنيه، كل واحد منكم على جبهته. يقول لي انا لست على مستوى شنقريحه. هو الذي ليس على مستوايا. من شنقريحه؟ من صناعه فرنسيه، كله بدله. تعرف اغلى والله ان شنقريحه يلبس بدله واغلى، هي اغلى منه. من هو شنقريحه؟ ماذا خاض وماذا فعل؟ حتى عندما دخل الحرب اسروها المغاربه، اسروا لما بال، خرت الدنيا. بعد ذلك عممت الحفاظات من تحت راسه في الجيش الجزائري. من هو شنقريحه؟ عسكري. عسكري فين؟ من حارب؟ من قتل؟ فين معاركه؟ فين؟ من يكون ابوه فكريا؟ تعال طلع لي شنقريحه. اسمعوا، وصلوها لتبون. يعتبرون شنقريحه رمز وتبون رمز. اقسم بالله العظيم لا يساوون عندي دقيقه لو ادخل معهم في مناظره. هذول الهبل. يعني اذا كان رموزكم عبيطين، عبيطين بكل ما تحمله الكلمه من معنى، شنقريحه عدو راح يفتتح الكاف. ولا انت كان المفروض تطلع ما دخل ابوه شنقريحه في الرياضه هذاك اليوم، ولا جالس في افتتاح الكاف بالبدله الخضراء هذيك، بيرقد بها. حد يرقد بالبدله العسكريه الا هذا شنقريحه. وقال لك انه ليس على مستوى. هو ليس على مستواي، هو انا ارفع منه واذكى منه واكثر منه درايه وفهما. فرنسي مفرنس، فرنس. هكذا تفتح راسه بعمليه جراحيه تلقى جزمه فرنسي. تفكر انه هذا شنقريحه الذي يعني يرد السيل مطلع. يقول لك ايش؟ المغاربه يريدون ضرب الهويه الجزائريه. وين الهويه اولا علشان نضربها، او علشان يضربوها المغاربه؟ ويني؟ انتم الى الان قاعدين تترنحوا، ما حد درى لكم بهويه. ما دريتوا. اصوات جزائريه من طالع من عندكم يقولوا ان تبون نفسه زلت لسانه. سبحان الله، قد نحن نخاف من التاريخ. انتم خوافين رعديدين، لا معاكم وثائق ولا معاكم ارشيف ولا معاكم شيء. قلت لك ارشيف جدتي افضل من ارشيفكم، ما عندكم ارشيف. جدتي معها ارشيف. وبالتالي يقول لك المغاربه يضربوا لك الهويه. ما حدا ضربك وما فيش معك هويه اصلا علشان يضربوها المغاربه ولا يضربها انا. انت نكره على مستوى الهويه. اذا تريدوا ان يكونوا لكم هويه قولوا ان اصولكم مغاربه، وبالتالي انتم جزء من المغرب، وانهم هم الاصل وانتم فقط لحقه. يعني انتم لحقه، انتم منهم. هذا هي هويتك، هذه هويتك الذي انت تريد ان تتنكر عنها. ولا عرفنا بعدها لا عثماني ولا فرنسي، وهكذا معلق في الوسط مثل الماء، لا لون ولا طعم ولا رائحه، ما فيش لك شيء.
نلمسها. إذا تريد هوية قل أنا ضمن الإمبراطورية المغربية وأصولي مغربية، هذا هويتك، هذه هويتك إذا تريد أن تبحث لك عن أصل. تفضل يا الرأي المغربي.